من هون ابتدى المشوار. طلعت فكرة انتخابات المجلس المحلي بناحية دركوش من نشطاء منظمة بحر، وشارك عدد منهم بالإعداد لهالفكرة، وتم تمويل المشروع عبر منظمة غير ربحية بالاتفاق مع وحدة تنسيق الدعم الإنساني. البداية كانت بالدخول من معبر باب الهوى للأراضي السورية، والفرحة كانت ظاهرة على وجوه الكل. وبطريقنا باتجاه دركوش استمتعنا كتير بمناظر الطبيعة يلي بتشتهر فيها بلدنا. دركوش يلي بيتصف أهلها بالكرم والبساطة المرسومة على وجوه أطفالها. بعد الترتيب والاستقرار بلشت الفرق بزيارة أهالي القرى ومجالسها المحلية لشرح فكرة المشروع. طبعا الأهالي رحبوا بالفكرة كونهم انحرموا منها على مدى 40 سنة سابقة. الفريق متوجه لقرية الظهر، بدنا نلتقي بعدد من وجهاء القرية وأعضاء المجلس المحلي فيها لنطلعهم على مشروعنا ونشوف ردة فعلهم. إذا كان أبدوا رغبة بالتعاون فرح ننسق معهم وناخذ منهم مواعيد لزيارات ثانية نلتقي فيها بالأهالي. عندك لعند الشيخ عيسى من هالطرف ما هيك هالمنطقة عليه لمريمي عندنا هيك مشاريع يعني لا يرضون عن نحن هلا طالعين من لقاء جمعنا بأحد أعضاء المجلس المحلي بقرية الظهر. طبعا المجلس المحلي هذا بيخدم 6 قرى منتشرة في الجبل الوسطاني، كلها تابعة لناحية دركوش. بالحقيقة نحن بدنا نطرح عليهم طرح، لقينا إنه هن عم يشتغلوا على نفس أفكارنا. كلياتنا كنا نشتغل بالتنسيقيات وطور عملنا واكتسبنا خبرة، زائد إنه في خبرات سابقة مثلا اكتسبناها عم نجمعها كلياتها إضافة للخبرات اللي تصادفنا على الأرض. فهي الفكرة بشكل عام هو تشكيل مجلس باعتبار تقسيمات الجامعية بسوريا هي تبتدئ من الناحية. نحن هلا رايحين على قرية السعدية، رح نلتقي مع المجلس المحلي الموجود هناك ونشرح له عن المشروع والله يوفقنا. بس بصباح وقت العيد ولما كان الفريق عم يستعد لياخد إجازة عيد الأضحى، انهزت المنطقة وسكان المنطقة بخبر انفجار سيارة وسط السوق بالبلدة، ويلي تسبب بجرح واستشهاد ناس أبرياء كتير، ونشر الخوف بين الأهالي وأعضاء الفريق. على أثره للانفجار اجتمع مجلس إدارة المنظمة مع الجهة الممولة وتقرر إلغاء المشروع.